كانوا مستائين جدا، وهو الخبر اللي نشر في جريدة البلاغ الجديد الخاص بالفنان نور الشريف. ويعني احنا بنقول انه الصحافة الصفراء لما تحب تنشر اخبار، يا ريت برضو طبعا يعني اهتمامات الصحافة الصفراء معروفة انها تهتم باخبار جنسية والى اخره، ولكن على الاقل يعني يكون الخبر صحيح. لكن لما يكون اخبار بتمس سمعة فنان محترم له تاريخ طويل وبتهمة زي دي، اعتقد يعني مسألة صعبة جدا. مين ما اثرش في نور الشريف؟ انا متهيألي مفيش حد في مصر. يعني الفنان المحترم نحترمه، فنان مثقف وله بيقدم حاجة ليها. تعال نقول تاريخ اعماله مثلا عاطف الطيب، تعال نقول مثلا ناجي العلي، تعال نشوف عمر بن عبد العزيز، هارون الرشيد، حد انا بالنسبه لي ما تخافوش. والموضوع السياسي اللي هو بيقدمه يمكن في بعض الناس ربطوا يمكن ما بين الموضوع. يعني انا بعتبر ان نور الشريف من الناس اللي اثرت في مصر، يعني اثرت في تفكير شباب، في تفكير جيل. حد يعني من الفنانين اللي مصر يعني هتقول اللي هو عندنا نور الشريف، تعال نحافظ على قيمه، تعال نعمل قيمه. احنا بنتحايل ان احنا نلاقي قدوه نتعلم منها بالظبط، مش نحافظ على سمعه يعني ده يعني تعالى نعمل حد كويس. مش معقوله كل الناس هنقعد نقول ده وحش ده. هو الحقيقه يعني عايز اقول لك ان الخبر اللي موجود النهارده في جريده الاهرام هو خبر الحقيقه جميل جدا. هو الخبر بيقول وقف تصريح طبع البلاغ الجديد بسبب اختلاق اخبار غير صحيحه. ويمكن سياده النائب العام صرح وقال انه ما فيش اي بلاغ متقدم رسميا بهذا الموضوع. انا حابب اكمل ان الناس، ان نور الشريف حس بقيمه الناس قد ايه، والناس قد ايه بتحبه. لسه شايف قبل من شويه جروب على الفيسبوك بيطالب بمليون واحد يقفوا جنب نور الشريف في ازمه. تاني حاجه ما حدش مصدق. انا حاسس ان يعني استحاله حد يصدق عن فنان بالجوده ديت وبالاحترام دوت لاهتمامه بشغله وعمله، وان هو حد صاحب رساله، حد مؤثر في المجتمع، ان هو يعمل كده يعني. او اللي هو طبعا يعني تاريخ طويل وتاريخ محترم. يعني احنا من خلال متابعتنا للاخبار يعني انا لو عايز افتكر عمل مميز مش عارف، اعمال كتير. صحيح. يعني اعمال ده تقريبا من اكتر الممثلين اللي عملت اعمال دينيه. صحيح. يعني يعني احنا بنختم ده بقى، يمكن احنا اتكلمنا من شويه عن النظافه في انفلونزا الخنازير، فبنختم بنص كلمه